عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل سنابون. انا قلت هنعمل النهارده فكره جديده غير اللي انا عملته قبل كده. طبعا هنبدا. دي بالظبط عندنا 6 معالق لبن بودر، ودي 3 معالق 3 معالق سكر بودر. تمام كده. طبعا النهارده ركزوا جدا في الخطوات بتاعتنا. دي معلقه صغيره ملح، وهنحط البيضتين. تمام كده. هبدأ بقى اعملهم بالمضرب بتاعي واحدة واحدة كده اهو. وهبدأ احط دول بالظبط 3 معالق زبدة مذابة. 3 معالق زبدة مذابة للسينابون. هنمشي على الخطوات دي وهنطلع نتيجة هايلة ان شاء الله. هبدأ بقى اعمل كده كله ببعضه اهو زي ما انتم شايفين. وهنحط دي بالظبط يا جماعة معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. ونبدأ برضو نقلب مع بعض. تمام كده. برضو هضيف معاها الخميرة بتاعتي اهي. ده كل ده لعجينة السينابون بتاعي اهو. هنبدأ نقلب كده شوية بالمضرب بتاعنا بتاع اليد اهو. هبدأ بقى طبعا عندنا هنا كوبايتين ميه دافيه للعجن. انا هبدأ بقى يا بنات. ده بالظبط عندنا هنا الدقيق، ده 6 كوبايات دقيق عندي. طبعا انا هبدأ بقى اعجن بايدي. تمام كده. عشان هي عجينة السينابون بتبقى بالايد عامة. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدأ بقى اعجن بايدي اهو. كل الخليط معايا كده اهو زي ما انتم شايفين بالراحة خالص، عشان العجينة تطلع معايا ممتازة. طبعا مدة الخميرة بتاعتنا من 1.5 ساعة لساعتين. تمام. هبدأ برضو انزل بالمية الدافية واحدة كده اهو. اهو حبة نبدأ بالعجينة بتاعتي. هكمل عجن وارجع لكم تاني. طبعا انا خلاص العجينة اهي. قعدت بقى طبعا اعجنها كويس جدا بايديا. طبعا انا دي دهنتها كده زبدة. تمام. ودي العجينة اهي بتاعتي. وهسيبها بقى تخمر يا بنات من 1.5 ساعة لساعتين كده. بعد كده نبقى نبدأ نشوف الخطوات اللي بعديها ونرجع لكم تاني. نبدأ نعمل بقى الصوص. انا هنا دي عندي معلقة كاكاو خام، ودي انا حطيت عليها معلقة نسكويك، ودي معلقتين كبار قرفة. طبعا وكلهم بقى نعملهم مع بعض كده. ده للحشو بتاع السينابون بتاعي مع كوباية سكر بودر. تمام كده اهو، او نص، عشان الحشو يكون مظبوط معايا وطعمه حلو. تمام كده. ده الحشو اللي من جوه. تمام يا بنات. ده الحشو اللي من جوه. نرجع لكم بقى تاني في بقية الخطوات اللي هقول لكم عليها. رجعنا لكم تاني. طبعا انا هعمل سوري السينابون الصوص الابيض. تمام كده. انا دول عندي بالظبط معلقتين زبده. احط معاهم كوبايه سكر بودر. تمام. وهنعملهم بالمضرب. وهحط معاها باكت لبن ميدو، لبن بودر. تمام. كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف. وهحط معاها كيس فانيليا، ودول معلقتين لبن سايب. هنزل واحده بيهم كده.
هحطها دلوقتي. دول بالظبط معلقتين زبدة، هستناهم يسيحوا خالص. دول بالظبط انا استبدلت بدل كاكاو خام، انا هستبدل احط نسكويك المرة دي يا بنات كتجربة، يعني نجرب نشوف الطعم الطعم اللي يفرق معاه. ده بالظبط 5 معالق او 6 معالق نسكويك، انا سايحهم كده في الزبدة زي ما انتم شايفين كده على النار، وهوطي النار جدا عليه. تمام، استمر في التقليب. هضيف عليه كيس فانيليا، وانا عندي طحنة سكر، ممكن نحط مثلا 4 معالق سكر مطحون. تمام كده، ده بقى اقلب بالراحة خالص. ده اقلب، هستمر كده في التقليب لغاية ما يديني التماسك اللي انا عاوزاه اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا استمريت في التقليب. دول بالظبط معلقتين لبن اهو، يديني برضو طعم ونكهه. طبعا انا استبدلت النسكويك بصوص السينابون. معلقتين لبن سن. طبعا انا هضيف كل ده يا بنات في صندوق الوصف عشان ميخدش باله. برضو هقول المقادير تاني. 5 معالق نسكويك، و4 معالق سكر بودر وفانيليا، وانا حطيت معلقتين لبن. هقفل بقى على النار بتاعتي وكده صوص الشوكولاته يكون جاهز. ارجع لكم تاني. طبعا انا عندي العجينه سبتها ساعه ونص، خمرت وبقت تمام اهي يا بنات، بقت جميله معايا جدا اهي. هبدا بقى اطولها اكبرها بقى براحتي في النشابه كده عشان اطلع كذا قطعه سينابون اهو. ابدا اعمل من كل الاجزاء لغايه ما تكبر معايا. طبعا انا قسمت العجينه نصين عشان انا حسيت ان في يعني لازم اقسمها. هبدا بقى اطولها بالنشفه بتاعتي كويس جدا لغايه ما تديني الكميه المناسبه اللي انا عاوزاها. طبعا انا اهو فردتها كويس جدا بالنشابه كانت معايا كده. هبدا بقى ادهن زبده كل العجينه عندي زي ما انتم شايفين كده، هدهنها كلها زبده اهو. تمام كده، دهنتها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. هبدا بقى احط الحشو بتاعي، القرفه مع الكاكاو الخام زي ما انتم شايفين كده. احط في كل جزء عندي بالشكل ده. احط في كل الكميه بتاعتي بالظبط كده زي ما انتم شايفين. ممكن بقى ابدا اعمل بالفرادة كده زي ما انتم شايفين عشان تكون موجودة الكمية كلها بتاعتي بالشكل ده، بحيث تكون القرفة بتاعتي موجودة في المكان كله بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. حطيت في كل الاجزاء عندي. تمام، هبدأ بقى
هنلف واحده واحده معاكم. نبدا من اول هنا كده، بسم الله، زي ما انتم شايفين كده. ابدا الف واحده واحده الرول كده بتاعي اهو اهو كده. تمام كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي حابب يقطع السنابون في ناس بتعمله بفتل، يعني بفتله اللي هي الحاميه دي، وفي ناس بتعمله بالسكينه. هنا لو عندي سكينه حاميه برضو ايه كله شغال. هبدا اقطع كده. انا عايزه السمك، هعمل اول السمك بتاعي كده اهو، لانه هو كده كده اوريدي هيخمر معايا تاني السنابون. انا عايزه الحجم ده اهو. هبدا كده يعني بحدد، بعمل العلامه وبعد كده ايه اقطع على طول اهو، واحده واحده، والمقادير هتطلع معانا مظبوطه خالص اهو. انا حددت كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اقطع بسم الله اهو اهو كده. هبدأ بقى ايه اجيب الصينية بتاعتي وادهنها، وابدأ بقى احط السنابون عندي ايه في الصينية بتاعتي. هكمل تقطيع وارجع لكم تاني. طبعا انا طلعت معايا المقادير صينيتين زي ما انتم شايفين كده. هحطها بقى بدرجة حرارة 180 درجة ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما خرجوا من الفرن. بصوا بقى الريحة بقى ما اقولكوش، خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا انا هبدأ بصوص. طبعا الصوص الابيض ده يا بنات انا بعد ما عملته بالمضرب قصادكم حطيته شوية على النار واداني الشكل ده. تمام. هنبدأ بقى ايه نزين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده. هنعمل جزء كده وجزء كده. هكمل وارجع لكم تاني. بعد ما زينا كده الصوص الابيض هنبدأ بقى ايه جزء للصوص الشوكولاتة بتاعنا. بسم الله اهو. بقل بقى تكلفة عملناه في البيت، والمقادير جميلة جدا يعني على متناول الايد اهو. بجد الريحة هايلة هايلة. هكمل وارجع لكم تاني بعد ما زينا صوص الشوكولاتة اهو السنابون، وعملنا اللي هو ايه بالصوص الابيض. هوريكم قدامنا دلوقتي الشكل بقى من جوه عامل ازاي اهو يا بنات. هايل 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 بجد. ما تنسوش بقى لايك وشير وتشتركوا في قناتي، وباي باي.